مرحبا. الرسالة دي أنا بعتبرها هي توعية لشباب مصر، بل هي رسالة موثقة لهم، بل هي بمثابة جرس إنذار، تحذير من جنسية معينة. احنا اللي برا مصر اللي شايفين الجنسية دي كويس جدا، ولذلك احنا بننقل لكم الصورة اللي موجودة برا حتى لا تنبهر بصورة مزيفة. الجنسية دي حصل فيها كالآتي: البنت خرجت من الغابات، الله أعلم بقى خرجت بأي طريقة، نزلت على هولندا، على أوروبا، على اشتغلت في الشارع الأحمر، اشتغلت هنا اشتغلت هنا، عملت لها 100 200 300 ألف دولار وراحت نازلة على مصر. تنزل بقى لشباب مصر الطيب المحترم المتربي تبهره بشوية العمليات التجميل اللي عملتهم، شوية الترقيع، شوية الشاب المصري ينبهر ويقول لك اوه مفيش كده. هي كل اللي بتدور عليه الجنسية. ليه بقول الكلام ده؟ لان في الفترة الاخيرة اتقبض على اكبر زعيم لاكبر شبكة دعارة على مستوى العالم، وهو محمد الزعيم، ورجالة الداخلية وشرطة الآداب اللي لهم كل الشكر والتقدير والاحترام قبضت عليهم. وهنقرأ مع بعض دلوقتي نص المحضر. واحدة زي دي جاية لك لسه جديدة على مصر، اتفرج مثلا عوجة لسانها وبتتكلم ازاي. DoorDash girly here in Egypt. It's called Talabat. And I just ordered from a place called Zain Hashem, which is a Syrian place. I'm Syrian and I live in Rahab, which is like a Syrian city. It's not a Syrian city. باختصار يعني هي في مدينة الرحاب السورية، وكأنها في الشام، وإنها كانت طالبة أوردر دجاج مشوي وجالها، وأول ما قالت لهم مدينة الرحاب السورية في أرض مصر احتلونا علنا، يعني احتلونا علنا. دي جايالك عوجلها لسانك، انت هتشوفها هتنبهر بيها بشوية الفلوس بشوية الكلام ده كله. احنا عندنا المبادئ رقم 1. اتقبض على اكبر شاب، اكبر قواض على مستوى العالم سوري، تمام. الشبكة بتاعته ما فيهاش ولله الحمد فضل ونعمة من ربنا عز وجل ولا واحدة مصرية. الشبكة كلها عن سوريات ومغربيات، واتقبض عليهم، واتقبض كمان على القواد بتاعهم. ودي ولله الحمد سمعة المصريات في كل مكان. لذلك لما اتعمل قبل كده احصائية داخل تركيا، اي امرأة تفضل؟ قال المرأة المصرية، لانها تاج العفة والعفاف. نلف اي كباريه، اي ديسكو، عمرنا ما نجد مرأة مصرية او بنت مصرية بتخدم علينا. نقرأ نص المحضر. بيقول: عندما لاحظ رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة سيادة اللواء أحمد عبد الغفار مدير الإدارة اعتراف النسوة الساقطات التي يتم القبض عليهن أثناء ممارسة الرذيلة بأن القواد الذي يسهل دعارتهن هو شخص سوري الجنسية ويدعى باسم محمد الزعيم، في غضون ذلك ومتابعة رجال الإدارة العامة لحماية الآداب، ربنا يحميهم ويحفظهم، في حالة انهيار عصبي. وبمقابلة ضباط الإدارة اعترفت إنها تعمل في شبكة دولية. البنات اللي اتقبض عليهم اعترفوا بأنهم يعملوا في شبكة دولية للدعارة يتزعمها شخص يدعى باسم محمد الزعيم سوري الجنسية. وطبعا دي مش ان هو قواد على الاداب فقط والكلام ده، لا، انت حضرتك هتجده برضو في اللي بيحتل المحاصيل الزراعية ويصدرها. احنا الرمان المصري وصل عندنا هنا بارقام لدبس الرمان وغيره واحتكار الملابس وغيره. هم عصابات مافيات، حيث أنه كان يعمل هناك في البلطجة أمام الملاهي الليلية. كان يعمل في سوريا في البلطجة أمام الملاهي الليلية وتسهيل دعارة النسوة الساقطات، حتى تم القبض عليه من رجال الشرطة في سوريا. وبعد اندلاع الاحتجاجات في جميع المدن السورية خرج من السجن. بعد حصل اللي حصل ده خرجوه من السجن. عمل ايه البيه؟ سافر على مصر زيه زي غيره. اهي مصر بتحمل 5 مليون دعدوش ومجرم وخارج من السجون، وما بيدمروا الا المصريين، وفي الاخر يجدوا لك 120 الف طفل مجهولي النسب يقولوا لك للمصريات وهم اولادهم. واضافت انه استغل في تكوين شبكته بصديقي
الذين كان معه في السجن بسوريا، أصدقائه في سوريا، يعني خرجوا مع بعض في السجن وكونوا مافيا بقى لتجارة النساء والقرف، ويعملان في نفس المجال، وهو ميم خ واو خ واو غين عين. أنا هنزلها على الفيسبوك بعد كده. حيث استغل علاقتهما بالقوادين في سوريا من أجل استقطاب النساء من سوريا والحضور إلى مصر والإقامة بها مقابل ممارستهن الرذيلة مع الرجال لمرتين بمقابل الإقامة. وأوضحت الفتاة المغربية أن المتهمين يستعينون أيضا بوحدة أخرى وتدعى لين، مغربية الجنسية، تأتي بالنساء من المغرب للعمل ضمن شبكة في الدعارة لهذه الشخصية، مشيرة إلى أن كاف تأخذ الفتيات السوريات والمغربيات معها إلى الكازينوهات المتواجدة بالفنادق الكبيرة، تمام، الخاصة بالأجانب، وتأخذ الأموال من الأثرياء العرب وترسل إليهم الفتيات لممارسة الرذيلة معهم. وكشفت الفتاة المغربية عن سبب الحضور للبلاغ وسبب حالة الانهيار العصبي التي أصابتها. البنت أصيبت بانهيار عصبي بعد القبض عليها، واعترفت بكل الاعترافات دي، مؤكدة أن المتهم الأول كان يأخذ من الزبائن الذي تمارس معهم الرذيلة من الأثرياء العرب والأجانب $1000 مقابل البنت، مشيرة إلى أنها كانت تأخذ $50 فقط عند ذهابها في أحد الأيام إلى الكازينو بفندق شهير، وقابلت ساري عربي معهم. بعد أن جاء وقت الحساب، مؤكد أن اللي كانت بتروح تستلم الأموال المغربية كانت مريضة، فاضطر الساري العربي أن يترك لهذه البنت الأموال $1000، تمام. فالبنت فوجئت وتبعت ان هذا الامر كان بمثابه مفاجاه لها، فقررت اخذ نص الاموال واعطائه النص الثاني. قررت انها تاخد نص $1000. لكن المتهم الزعيم محمد الزعيم حضر الى شقتها واعتدى عليها بالضرب واستولى على الاموال كلها الموجوده، وقال لها انت ليك الاكل والشرب والمقابل $50 وفقا عقابا لها، ولم تاخذ $50 في هذه الليله. وهو اللي بيجدد لها الإقامة وله الاستحقاق أن يرحلها خارج مصر ويوفر لها كل الاحتياجات الخاصة داخل مصر، لذلك ليس لها الكلام أن تتحدث. بعرض الأمر على سيادة اللواء وليد رشدي مدير النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بتشكيل فريق بحث لبيان صحة هذه المعلومات وبإجراء التحريات. تبين صحة ما قالته الفتاة، كما كشفت التحريات عن أن محمد الزعيم يدير واحدة من أكبر شبكات الدعارة في مصر والوطن العربي ودبي. مافيات، احنا تحت حصار مافيات سورية، بل وشبكة استغلال بالبشر وتهريب البشر، حيث يستقطب النساء من سوريا والمغرب وينهي لهم إجراءات الإقامة في مصر ويستأجر لهم الشقق السكنية مقابل الأكل $50 يوميا ويوفر لهم حاجاتهم، ثم يستغلهم في ممارسة الرذيلة مع الأثرياء العرب ورجال الأعمال في مصر معدومين الدين والضمير طبعا. من 1000 وبياخد من السري من 1000 ل $5000، يعطي للفتاة $50 فقط. إن الشبكة تضم العديد من الفتيات من الأعمار المختلفة حسب طلب ورغبة الرجال الذين يريدون هذه الممارسة الجنسية. لافتا أن هناك 12 فتاة أحضرهم المتهم من الخارج للعمل في شبكة الدعارة، بالإضافة إلى 8 أخريات. عقب تقنين هذه الأوضاع اتقبض على هذا الشخص مدير إدارة المباحث نائب مدير، ويعرض المتهمين على اللواء أسامة عايش نائب مدير إدارة المباحث، وتحرر المحضر وأخليت وقرر حبس المتهمين من أفراد الشبكة 4 أيام، وأخلي سبيل الضحايا البنات. هم دول السوريين ببساطة في مصر، مافيات لجميع أنواع الإجرام، مافيات لتخزين المواد الغذائية وافتعال أزمة غذائية في السوق المصري كالسكر سابقا، الأموال المجمدة، الأموال المشبوهة، غسيل الأموال، كل ما هو مشبوه تحت طائلة الأموال المشبوهة لا يديرها إلا مافيات سورية. وفي مصر أكتر من 1,000,000 محمد زعيم. يا ريت الشباب المصري يتعظ ويفهم كويس ان احنا قصاد مؤامرة لتدمير شباب مصر بفتيات الليل الساقطات اللي بيستقطبوهم من المغرب ومن سوريا. مش هنقدر نقول لكل التحية لرجال المباحث الآداب اللي نظفوا مصر من هؤلاء القاذورات اللي دخلناهم مصر ومش عارفين احنا دخلناهم مصر ليه. لا استفدت منهم ايه داخل مصر الا نشر الفساد المالي والاخلاقي.
حسبنا الله ونعم الوكيل.